السلام عليكم. في الفيديو ده هعرفك كل المصادر المجانية تماما اللي انت تقدر تعتمد عليها اعتماد كلي وتطلع تبقى فرونت اند كويس وجامد جدا، مفيش حاجه ناقصاك يعتبر. والمصادر هتبقى كتير معانا في الفيديو ده، هقولها لك وهقول لك الرود ماب اللي انت تمشي عليها وهقول لك طريقتي في التعلم، وان شاء الله تطلع مستفيد من الفيديو ده بقدر الامكان. فتابع معايا الفيديو للاخر لو انت مهتم تتعلم المجال ده، ولو انت مهتم تعرف اكتر ازاي تتعلم. وخد بالك بقول لك فري. لما جيت اتعلم المجال ده كنت سمعت عنه وسمعت عن البرمجه. انا مبدئيا مجال دراستي بعيد عن البرمجه، في كليه هندسه بدرس حاجات بعيد خالص عن البرمجه. كنت في قسم كهرباء اتصالات الكترونيات وحاجات وتوصيلات وبوردات وكده، فبعيد خالص عن البرمجه. فبدات سمعت عن التراك ده وعرفت ان التراك ده ليه فرصه عمل كويسه جدا في مصر والوطن العربي وكده. حبيت الموضوع وحبيت، واللي كلمنا عن الموضوع حببني في الموضوع، شرح لي ازاي يعني فرونت اند وبيعمل ايه وكده، وانا كنت متحمس معاه وانترستد بالموضوع. فقلت ليه لا، يعني ليه لا. بصراحه كنت زهقان شويه من مواد هندسه، فقلت فرصه هتعلم حاجه جنب الدراسه دي، حاجه يعني تبقى حاببها وانا بدرسها وكده. في اليوم ده من الكليه عملت سيرش عادي جدا على يوتيوب، يعني ايه، كتبت كلمه بس كده فرونت اند. بقول الكلام ده اللي ما يعرفش لسه حاجه عن الموضوع خالص. فعرفت ان الفرونت اند ده هو حاجه في برمجه الويب، بعيد عن الموبايل ابلكيشن، بعيدا عن المجالات دي كلها. وبرمجه الويب مقسومه لحاجتين، في حاجه اسمها فرونت اند وفي حاجه اسمها باك اند. ممكن تبقى ملم بالاثنين فتبقى كارير اسمه فول ستاك. انا باللي انا سمعته عن الفرونت اند حبيت الفرونت اند اكتر. عرفت ان الفرونت اند اي ويب سايت انت بتفتحه، الحاجه اللي انت بتشوفها بعينيك كلها اللي عامل الحاجات الفرونت اند. اي حاجه انت مش شايفها، اي اكشن حصل انت مش واخد بالك منه، العمل ده هو الباك اند. اللي عرفته برضو ان الباك اند معقد شويه وعايز واحد تنين شويه عن الفرونت اند. الفرونت اند اي حد يقدر يبتدي فيه. بدات بقى اعرف بالفرونت اند ده ازاي، يعني ازاي ابتدي فيه بقى. انا حبيت الموضوع وعايز ابتدي. كتبت رود ماب فرونت اند، ازاي ابتدي فرونت اند. فسمعت الفيديو بتاع مهندس مازن ومقيم في كندا، يعني قناته اسمها مازن كندا كده. وهسيب لكم اللينك بتاع الرود ماب بتاعته في الديسكربشن، لو اي حد انترستد ممكن يدخل يشوف الرود ماب دي. وهسيب لكم سكرين للرود ماب، بس اقول لكم اختصارا الحاجات اللي انتوا تتعلموها، يعني العناوين الرئيسيه. اول حاجه بتبتدي بيها الكتابه اللي انت مكتوبه في الويب سايت دي كلها. اللغه اللي بتكتبها حاجه اسمها HTML، فانت لازم تتعلم HTML في بدايه الطريق. فبدات ادخل وتعلمت ال HTML. عملت سيرش عادي بقى على اليوتيوب. ازاي بقى هقول لك الناس اللي انت تسمعها اهو. عملت سيرش على اليوتيوب، كتبت HTML، جالي لقيت حد كاتب HTML اقل من ساعتين. كان تقريبا فيديو ساعه و40 دقيقه، ساعه 48 دقيقه كده. انا بقى من الانترستنج بتاعي خلصت الفيديو ده في قعده واحده. يعني جيت كده بعد العشاء قعدت على الفيديو ده وطبقت كل حاجه هو عملها في الفيديو، وكنت قايم تقريبا خلصت الفيديو اللي هو عامله في اقل من ساعتين ده في 4 ساعات بقى، عشان كنت بطبق وكده. كنت قايم حاسس ان انا بروجرامر، وفيسبوك كمان شويه اتصلوا بيا من انا فاهم كل حاجه اتعملت ومبسوط، وكل ما اطبق حاجه والاقيها ظهرت الله، يعني بيديني كده بوزيتيف انرجي ان انا هكمل في الموضوع ده، وان انا فعلا الحاجه دي انا حاببها. عشان كده كنت مهتم بيها وببحث فيها كتير وكده. يعني انا في مواد عندي في الكليه ما ببحثش عنها اصلا لو حاجه مش عارفها. لقيت بقى اول حد عرفته بقى بيشرح، واول حد سمعت له فعليا عبد الرحمن جمال. واحد اسمه عبد الرحمن جمال، هسيب لكم القناه بتاعته برضو في الديسكربشن. ما كنتش اعرف لسه حد اسمه اسامه الزيرو تقريبا. هو كان طلع لي في البحث، بس عشان كان كبير قوي تقريبا عامل HTML في فيديو، يعني فيديوز اضعاف عبد الرحمن جمال. فانا كنت داخل بقى وعايز اعرف المجال ده بسرعه، ففتحت فيديو عبد الرحمن جمال ما كنتش لسه اعرفه، فحبيته بصراحه ولقيت نفسي فاهم كل حاجه فيه. ولقيت اي حاجه بتتقال في HTML الراجل ده مغطيها. يعني الراجل ده مش سايب حاجه، يعني ما فيش حاجه مثلا اقول دي حاجه جديده وتطلع الحاجه دي كانت في HTML. على فكره ده في يوم واحد انا خلصت HTML في قعده واحده زي ما قلت لكم. قعدت بقى اطبق تاني يوم وتالت يوم، يعني 3 ايام كده في HTML. عملت جداول وعملت لينكات وعملت صور وعملت حاجات دي كلها في يوم واحد. بقى عرفت ان في بعد كده حاجه اسمها CSS، وCSS دي برضه عملت نفس السيرش، ولقيت ما شاء الله عبد الرحمن جمال شارحها تقريبا في فيديو قريب من ال3 ساعات، يعني ساعتين فقلت انا هقسمها. والباشمهندس عبد الرحمن جمال انا ارتحت لشرحه، مع ان انا كل الناس اللي بترشح ناس بسمع ناس تقول لك اشطر ناس في الشرح كذا، ما حدش بيجيب سيرته. فدي حاجه بصراحه كانت بتضايقني. الراجل ده عامل مجهود جبار جدا. انا بسمع الكورس كامل ليه، اروح اسمع اي مثلا لو في حاجه مش فاهمها مثلا في نقطه، وعملت سيرش عن النقطه المعينه دي على اليوتيوب، سمعت اي حد غريب بلاقيه بيقول نفس كلامه. يعني الراجل ده ما فيش حاجه ناقصاه. يعني كنت بروح للباشمهندس اسامه الزيرو في الفيديوز بتاعته الكلام اللي عبد الرحمن جمال قاله، يعني اللي هيتابع الراجل ده بيفهم بيبسط الدنيا كلها وبيجيب الدنيا كلها، يعني ما بفوتش حاجه وراه. فجيت CSS
خدتها معاه تقريبا، غبت اسبوعين في السي اس اس كده. بعد اسبوعين كنت جبت HTML وسي اس اس، وانت باللغتين دول تعرف تصمم شكل الموقع كله ده بقى. يعني انت تعرف تعمل موقع كده تحط بقى فيه كل حاجه ليك. جيت بقى بدات بعدها، انا انا عملت موقع بال HTML و CSS كده، وعملت موقع بقى شخصي ليا. خلاص بقى ما تكلمونيش بقى، انا اسمي محمود ديفلوبر، يعني ما حدش يقول لي محمود فكري، لا انا اسمي محمود ديفلوبر. قعدت بقى، هو برضو على الشانل بتاعته باشمهندس عبد الرحمن جمال عامل مشاريع كتير قوي بال HTML و CSS، ومشاريع هتفيدك جدا وفيها افكار ما قالهاش في الشرح، بس فيها افكار بقى انت لازم المشاريع اللي هتطبقها. والموضوع ده انت انك تسمع الفيديو بس كده بعينك، وحتى لو ورقه وقلم بس كده ده مش كفايه، انت لازم تطبق بايدك وتعمل مشروع، وتقفل الفيديو وتعمل مشروع من غير ما تشوف، وبعد كده تفتح الفيديو وتعمل مشروع انت بتشوف وتصحح اخطائك وتعمل مشاريع اكتر. ده هيخلي عندك الاكسبيرينس بتاعتك عاليه، وهيخليك الاسئله في الانترفيوز هتبقى سهله عليك، على عكس لو واحد ما طبقش. الكلام ده هيساعدك في الانترفيوز. يعني جيت خلصت HTML و CSS، وبص بدايه طريق الفرونت اند بقى خلاص بقى واضح قدامك كده. انت بقى لك حاجه تنينه كده اسمها جافا سكريبت. جافا سكريبت دي هي تنين البرمجه. برضو كتبت الجافا سكريبت ولقيت اول حاجه، يعني انت لو عملت بس كده كتبت في سيرش اليوتيوب GS هتلاقي اول حاجه طالعه لك باشمهندس عبد الرحمن جمال عامل بلاي ليست 80 فيديو، كل فيديو لا يتخطى تقريبا 5 دقائق 6 دقائق بيشرح في الجافا سكريبت. انا لما شفت الراجل ده، انا بقى كنت معاه في HTML و CSS، فرحت والله، فرحت انه شارحها، بس للاسف هو مش شارح OOP بتاعها، تقريبا شرحها قبل كده وحذفه مش عارف ليه، بس الكورس يعتبر شبه كامل على اليوتيوب. انا جيت سمعت له الجافا سكريبت ما حسسنيش انها صعبه. جافا سكريبت انا كنت داخل سامع عنها كلام انها معقده وكبيره وما بتخلصش ومحدش بيلمها، والمبرمج اللي يبقى عارف جافا سكريبت يبقى تنين. قلت يا جماعه جافا سكريبت دي ادخل لها بايه يعني؟ انت عايز تدخل لها بسكين؟ قلت يا جماعه ادخل لجافا سكريبت دي ازاي؟ طيب المهم بدات الراجل ده اسمع له فيديو سهل، ادخل على الفيديو الثاني يا جماعه فين جافا سكريبت اللي بيقولوا عليها صعبه؟ الراجل مبسط الدنيا ويقول لك المثال، يشرحه بطريقه بعاميه كده اكنك واحد صاحبه قاعد جنبيه، وبعد كده يطبق لك المثال ويقول لك انت لو مش فاهم هفهمك الفيديو الجاي. طب انا عارف النقطه دي صعبه عليك هعيدها تاني، ويبسطها لك مثل امثله بسكتش كده. فحاجه جميله جدا. الراجل ده والله ما واخد حقه، الراجل ده يعني اندر ريتد جدا، يعني اندر ريتد جدا بجد. انت لو بتشوف الفيديو انا حابب اشكرك جدا والله، يعني بجد انت ليك فضل عليا وعلى ناس كتير قوي بعد ربنا من مجهودك ده واخلاصك في الحاجه اللي انت بتعملها مع انها فري. المهم جيت بقى عند جافا سكريبت، خلصت معاه الكورس، خلصت معاه كورس جافا سكريبت. في حاجات كانت تقيله شويه في جافا سكريبت، فاروح اعمل سيرش عنها، اسمع نفس يعني مثلا موضوع زي الهوستنج، موضوع زي دوم، موضوع زي البوم. انا رحت عملت سيرش على الحاجات دي برضو عشان ااكد عليها واشوف مثلا لو في حاجه ناقصاني فيها، اسمعها الباشمهندس اسامه زيرو، نفس الكلام نفس المعلومات اللي هنا هو بيتقالها هنا. بس انا كشخصي انا اتعودت بقى على عبد الرحمن جمال وبفضل عبد الرحمن جمال، عشان كده ببقى مرتاح وانا بواحد دي. بس انا بقول لك انت لو تابعت الراجل ده مفيش حاجه هتبقى ناقصاك. وانت انا هقول لك شويه اسماء وهسيب لك برضو في ليست كده لبعض الناس هسيبهم لك، انت تعمل سيرش على كل واحد. كان معايا تقريبا سكرين شوت لاحسن الناس في البروجرامنج يعني في مصر، الناس بتشرح وكده، فانا هسيب لك السكرين دي. بس للاسف انا ما لقيتش عبد الرحمن جبالي فيهم، فده اللي زعلني. فلازم الراجل ده اتكلم عنه عشان الراجل ده يعني ليه فضل عليه بعد ربنا في المجال ده. فانت كده عندك لو انت عايز تكتب فرونت اند عندك HTML و CSS وجافا سكريبت، وقلت لك انا تابعتهم منين. فانت لو عايز تتابعهم من نفس المصادر، انا جافا سكريبت خدت معايا تقريبا حوالي تعلمها 3 شهور بس. خد بالك جافا سكريبت انا لسه بتعلمها، يعني انا خلصت ال 80 فيديو وخلصت يعني العناوين الرئيسيه انا عرفتها، لسه بقى بتتعلم وبتعمل مشاريع وبتعرف غلطات. وعيب جافا سكريبت ان اللغه دي ملهاش سنتكس ثابته، لازم تبقى فاهم كل الطرق اللي جافا سكريبت كاتب بيها. يعني انت ممكن تكتب كود جافا سكريبت وحد تاني يكتب نفس الكود، يعمل نفس الشغل بتاع الكود ده بس هو كاتبه بطريقه تانية. فانت لازم تبقى فاهم كل ده، عشان انت لو شغالين في شركه مع بعض لازم تفهموا كود بعض. دي صعوبه وعيب من عيوب جافا سكريبت. في بقى حاجه اسمها فريم ورك للجافا سكريبت بعد ما تخلصها، في عندك حاجه اسمها فيو ورياكت انجلر. الفريم ورك ده في فريم ورك للسي اس اس اسمه بوت ستراب. اقول لك الفريم ورك دي حاجه بتسهل، بتختصر عليك وقت. يعني انت مش كل مره هتيجي تعمل ويب سايت هتكتب الكود من اول حرف لاخر حرف، فحاجه اسمها بقى بتختصر عليك كود
وبتختصر. يعني انت مثلا بتكتب الكود مره واحده وخلاص بقى، بعد كده بتستخدم الفريم ورك ده تعمل الحاجه اللي انت عايزها. يعني مثلا عندك في السي اس اس والاتش تي ام ال في حاجه اسمها بتعمل بها ناف بار مثلا. انت جيت اول مره عملت انت الناف بار وكتبت الكود من اوله لاخره. انت عايز تعمل مثلا ويب سايت تاني، والويب سايت ده في جزء من اجزائه الناف بار مثلا، فانت مش هتيجي تعمل نفس كود الناف بار هتكتبه من تاني، فانت كده هتضيع وقت ومجهود. فانت بتعمل ايه بقى؟ بتروح تجيب حاجه في البوت ستراب ده بيختصر عليك، بيديك الكود بتاع الناف بار ده وانت بتقعد تعدل عليه، فبتختصر وقت ومجهود. جافا سكريبت برضه لها فريم ورك، انجلر وفيو ورياكت. الانجلر اصعبهم، الفيو اسالهم. الانجلر مطلوب جدا في سوق العمل، فانت لما توصل لمرحله الانجلر دي بقى فريم ورك الجافا سكريبت، انت كده خلاص بقى فرونت اند ديفلوبر او حقيقي. تراك الفرونت اند كله بالناس اللي انا اتعلمتها، واي ريسورس واي سورسز تانية هتفيدك انا هسيبها لك تحت في الديسكربشن، ما تنساش تبص عليها. وبس اتمنى ما اكونش طولت عليك. فعلا انت لو حابب تتعلم هتتعلم ب1000 طريقه، وفي طرق فري زي ما في طرق مدفوعه، وفي طرق فري كويسه. طرق الفري بالتحديد في مجال البرمجه يعني ما شاء الله متاحه جدا جدا، وناس مخلصه في عملها لاقصى الحدود. فانت ما تضيعش الفرصه دي من ايديك. ولو انت بداتش النهارده في غيرك هيبتدي النهارده. لو انت ولو يعني انت مثلا، ولو انت قلت شات جي بي تي ده هيقضي على المبرمجين وكده، ما المبرمجين ما لهمش شغل، مين اللي هيبقى لهم شغل؟ يعني دلوقتي لو انت بداتش النهارده واستنيت مثلا السنه الجايه، في ناس هتبقى انت تيجي السنه الجايه في ناس ابتدت من سنه اللي هو في الميعاد اللي انت كنت ناوي تبتدي فيه. فانت لازم تبتدي، ما تاخرش. الملايين اللي متعلمه برمجه قدامك دي ما تحبطكش. هتقول ما انا هيبقى ليا فرصه عمل وسطيهم، صدقني ليك فرصه كويسه جدا انك تتعلم، وان يبقى ليك فرصه تدخل المجال ده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون خفيف عليكم، واتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في الشانل، وتسيب لنا اي كومنت، ولو اي سؤال عندك انا تحت امرك. بس اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.